فتحت اول فايل وعملت كستمايزيشن للورك سبيس بتاعك، بقى الفوتوشوب بشكله زي ما انت عايزه تشتغل بيه. لازم تفهم شويه مفاهيم اساسيه هديها لك على مدار الكورس، بس كل ما اقول لك حاجه تحطها حلقه في ودنك، دي الحاجات اللي هتستمر معانا من دلوقتي لغايه ما شاء الله طول ما انت شغال كجرافيك ديزاينر. اول مفهوم لازم أنا افهمه في الفوتوشوب مفهوم اللايرز. ايه هو مفهوم اللايرز ده؟ الفوتوشوب قال لك ان اي حد بيرسم بنت بالشكل ده يقدر يعمل بينتنج بالشكل ده. طيب لو عايز يحط لون تاني هيمسك اللون التاني ويحطه فوقيه. طيب هل انا اقدر اتحكم في اللون اللي تحت؟ لا خلاص، اللون اللي تحت ده خلاص لان هو على باك جراوند واحده. لا، فايده برامج الجرافيك ان هي عملت لك حاجه اسمها لايرز. وعشان تفهم مفهوم اللاير اكتر، هو زي الكيس اللي انا شايفه قدامي ده. الكيس ده لو انا كتبت عليه في المكان ده، الكتابه فين؟ الكتابه في اللاير دي، لكن بقدر اشوفها من خلال اللايرز اللي تحت. فهو عمل كل فايل او كل شغل بتعمله تقدر تحطه على لاير جديده. يبقى من ضمن الحاجات اللي تحطها حلقه في ودنك ان اي اوبجكت جديد هيتحط في الفوتوشوب لازم تفتح له لاير جديده وتحطه في لاير جديده. ازاي بعمل لاير جديده؟ لازم ابقى مظهر قائمه لاير، وفي زرار هنا مكتوب عليه علامه زائد كريات نيو لاير. ادوس كريات نيو لاير، الفايل هيفضل زي ما هو، لكن هو هيفتح لي شفيفه او طبقه جديده تقدر ترسم عليها. فدلوقتي انا لو رجعت للحاله الديفولت اللي هو كان ابيض، دلوقتي لو رسمت هنا باللون الاحمر او باي لون تاني، جيت لازم ابقى واقف في اللاير الجديده، وقفت على اللاير الجديده رسمت باي لون، جيت عملت لاير جديده رسمت بلون تاني، هينتج عندي ان انا في لاير بلون وفي لاير بلون تاني. اقدر اتحكم فيها، اصغرها، اكبرها، ادورها، اعمل اللي انا عايز اعمله فيها من غير ما اثر على اللاير التانيه. اصبح كل كائن في لاير لوحده. يبقى حاجه من ضمن الحاجات اللي تحطها حلقه في ودنك وانت شغال في الفوتوشوب من البدايه، ان اي كائن جديد هيتحط في لاير جديده.